عليكم حبيباتي المدبرات، يا رب تكون بخير وبصحة وبعافية. اليوم بربي إن شاء الله راح نحكوا على موضوع البطالة، موضوع منحة البطالة عفوا، واللي هي نحكوا على الأخطاء اللي توقعك اللي توقعي فيها في منحة البطالة، والفرصة اللي ما تشوفيهاش. أولا نبداو إن شاء الله. راح نخبركم بحاجة أننا حاسين بكم خواتاتنا اللي تخلصوا في منحة البطالة، لأن كنا قبلكم احنا في منحة الإدماج 1,500,000 وحاسين حاسين بكم بلي مبلغ صغير وما يدير حتى حاجة وما يقدرش صوالح، ويا ربي يبلع باب ولا زوج، بصح ماهوش كراتب بكامل الصلاحيات. ربي يكون في العون وربي يفرج على خواتاتنا يا ربي بمنصب قاري يا ربي. دوك راح نحكوا على كيما نقولوا منحة البطالة. كيفاش يشوفوها الناس؟ يشوفوها الناس أنها منحة كيما نقولوا تخلصيها تروحي تشريها تكمليها في نهارها، لأنها ماهيش ذات قيمة. كيما نقولوا احنا نقولوا راه مبلغ صغير ماهوش اللي تدخري منه ولا تشوفي منه حاجة أخرى. يا ربي تروحي تكمليه في نهار وتجي، سينو تكوني دايرة كريديات وكي جي تمديه كامل ما تستغليهش مامبا. درك نقول لك هذه المرحلة تقدر تفيدك كما تقدر تكون عندك أزمة، كما دير لك أزمة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحكوا على 5 أخطاء توقعي فيها في منحة البطالة، ونحكوا ثاني على الجزء الثاني على الفرصة اللي راح تجيك، اللي راح تقدر تكون لك مستقبل مليح في منحة البطالة. بقاو معنا للأخير وديرونا ما تبخلوناش بالجام خواتاتنا، رانا نتعبوا معاكم في المونتاج وفي تلقاط المعلومة وفي تحقيق منها. ما تبخلوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس والجام. ربي يحفظكم، ربي يستركم. إذا نبداو مباشرة. الخطأ الأول هو صرف المنحة. أول حاجة نديروها نروحوا نشرو، كما نقولوا نحسبوا بلي عندنا الدراهم خلاص وكسبنا الدراهم نروحوا نشرو. ممكن تكمل في أسبوعها الأول، ما تكملش مامبا 3 أسابيع اللي يبقاو ما تكملهمش. هنايا كما نقولوا الحل أنك تقسميها على 4 أسابيع، في كل أسبوع ديروا مبلغ خاص به بهاك ما تطيحيش في المونك، ما تطيحيش في التسلاف وتعودي ترجعي في الكريدي. الخطأ الثاني هو ما كانش فرق بين احتياج ورغبة. كما نقولوا شحال من مرة نشرو حاجة ونقنعوا رواحنا بلي لازمتنا ونسحقوها وما عندناش وناقصتنا وكذا وكذا وكذا. في حقيقة الأمر راهي برك رغبة وإحساس خاطئ، إحساس كاذب. يعني كشغل كي تجي تشوفي كما نقولوا تستولي روحك اسكو لما مشيتهاش ما حيصرى لي والو، ما تلقيش اجابه مقنعه، يوديك خلي عليك علاش تخسري دراهماتك، موبايل راه شويه برك. الخطا الثالث ما كاينش صندوق طوارئ. المنحه تصرف كامل، كي تخلصيها تصرفيها كامل، تكمليها كامل في المصاريف العاديه. وكي يجي مصروف مفاجئ مثلا الله لا يديرها مرض مفاجئ ولا ازمه ما تعرفيش كاع كيفاش، ما تلقاي لا 100 ولا 200 ولا حتى 300 باه تروحي للطبيب تفوتي وتشري دواك. هنايا الحل لازم من كل منحة دسي على الأقل 200، على الأقل أضعاف الإيمان 200,000 دسيها من كل منحة من كل شهر. يزدي خليها في الكونت، ما تجبديهاش كاع، جبدي 1,600,000 وخلي 200. واللي قادرة تدس حتى 800، اللي قادرة قاعد تجبد 800 تخلي 1,000,000. اللي تعود عازبة وما عندهاش مصاريف وما هي متكلفة بحتى حاجة. الخطأ الرابع هو المقارنة مع الصحابات. كما نقول شوفي صاحبتك ولا حبيبتك شرات، كما انتي تخص من حد بطالة شرات صاك جديد ولا ليكا جديدة ولا حجاب جديد، تروحي تشري عندي تقولي ثاني انا عندي الدراهم، تاخذك كما نقولوا عزة النفس، تقولي ثاني عندي الدراهم نروح نشري كيفها، وتلقى روحك اصلا ما تحتاجيهش. المشكل عندك ولباس عليك. هنايا كما نقولوا تحسي بضغط وتضييق عليك، تقولي لنا ثاني علاه اني بدراهماتي نروح نشري. هي بالعكس، ما لازم تعودي شرائك هنا عقلاني ماهوش عاطفي. الخطأ الخامس ما كانش هدف واضح. لأن معناه مثلا كي توفري على جالو، كما نقولوا دسي وخلاص. هنا كما ما تحفزيش دسي وخلاص. الادخار بلا هدف ماهوش ادخار. خاطر يجي النهار اللي تسمحي تقولي انا ما عنديش هدف خلاص، على راني ندس فيها انا كلها اليوم ويحيي وربي يرزقني غدوه. وكما نقولوا تجينا هذه الافكار اللي ما تصلحش اصلا.
اللي خاطئة لازم ديري هدف على الأقل، على الأقل مادام عندك منحة البطالة تقدري تحطي على خاتم، كيما نقولوا تحطي خاتم في بالك تاع ذهب وتلمديلها، تخليه ديما اليوم في الكونت، نهار اللي تجيبي لاصون نتاعك تروحي تجيبي خاتم كاش. يا سيدي بارير، علاش ما نكذبوش على رواحنا. أنا نقولك راني قلتلك قبل كنا إدماج بالمليون ونص كنا نشرو ذهب وحنا عزبات. كي تزوجنا ولينا نعمرو في الدار، شينا بيه حوايج ياسرة، وصلنا حتى كيما نقولوا فريجيدار، كوشه، صوالح الدار، الماعين، هذه قاع تعمريها بالادماج عادي. هذه عن تجربه نحكي لك شخصيه. كي جبنا الوليدات شينا لهم بها لبسه، كنا نكسوهم في الاعياد، في الاخر حنا متكلفين بالادماج برك يكسي لك وليداتك، علاش لا ما نكذبوش. كنا بزوج، واحد زوج كنا نكسو نورمال، كنا نكسو وليداتنا ونكسو رواحنا، وكما نقولوا عايشين بها ألاز. هنايا تقدري حتى قلت حتى بارير تقدري تحطي عليه كيعود عندك هدف باين واضح. بارير تاع ذهب ولما لا، كنت تجبدي كل مرة تدخلك بطاقة تجبدي 800 وتخلي مليون، تقدري عادي. إذا نجو للجزء الثاني من الفيديو اللي هو يحكي على البطالة فرصة مش أزمة. البطالة فرصة ماشي أزمة. درك نوصلك النقطة كيفاش تكون أزمة، كيفاش تكون فرصة ماشي أزمة. هذه نقطة مهمة. بعد ما تفادينا الأخطاء اللي حكينا عليهم ولا راح تفاديهم، درك كما نقولوا وقت البطالة نفسه يقدر يكون أثمن فرصة في حياتك. وهذه كيفاش؟ أولا عندك وقت بلا ضغط، كما نقولوا كي تكوني موظفة يعني ما عندكش وقت كما نقولوا باه تديري مشروع ولا ما كما نقولوا فورماسيون ولا حاجة. هنايا كما نقولوا البطالة هنا راها فرصة عندك انك تتعلمي وتديري مهارات بزاف، وفرصة تعلمي مهارة جديدة، مثلا تصميم، خياطة، طبخ احترافي، أي شيء تقدري تولي يقدر يولي مصدر مستقبلي ليك. 2 بناء مشروع صغير من الصفر. جزء من المنحة يقدر يكون رأس مال بسيط لمشروع صغير من الدار بلا مخاطرة كبيرة، لأن عندك دخل ثابت. المنحة تسلكك في البداية. هنايا كما نقولوا تنحي 800 ألف على الأقل، تروحي تشري بها مثلا شوشوات ولا كيكينات تستعملي لهم البيع عادي، ولا جبات. ولا 3 تنظيم الأولويات المالية. البطالة تعطيك وقت تفكري وين رايحة تحطي دراهمك، مثلا ولا وش أهدافك الحقيقية. هذا التفكير غالبا ما يكونش عند الناس مشغولين بالخدمة. يا ربي الخدمة تدخل تدير الماكلة لولادها، تنقي دارها، ما تلهاش بدير حتى دخل إضافي. هنا انت راه عندك الفرصة انك ديري دخل إضافي بالجارونتي. 4 بناء عادة الادخار من البداية. إذا تعلمتي توفري من الآن، قادرة إن شاء الله ربي يفرج عليك وتعودي عندك خدمة جديدة، تعود عندك مترسخة حكاية الادخار، تعود في راسك كما نقولوا هنايا ما تجيك حاجة جديدة. إذا الخاتمة، منحة البطالة ماهيش نهاية الطريق، هي راهي بداية. المرحلة تقدري تبنيها كما تحبي، تتفادي الأخطاء ال5 اللي وريتهم لك، وتخطي كما نقولوا وتستغلي وقتك باش تخطي المستقبل مليح، ومستقبل كما نقولوا اللي راح ينفعك. وقولي لي في التعليقات اسكو حفزتك شوية، كما نقولوا راح تتعلم بواش وصيتك، لانك تهميني صراحة، لاني حاسة بك كنت في وقت ما كما انتيا. والحمد لله ربي يفرج على الجميع يا ربي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.